جديد من ديجي سبور الذي يبث عبر مختلف الصفحات الرقمية لميديان تيفي. في هذا العدد سنتحدث عن المنتخب المغربي والمباريات التي تدخل ضمن تصفيات كأس إفريقيا المغرب 2025. يسعدني أن يكون معي اللاعب الدولي السابق سي عزيز الصمدي. سي عزيز أهلا، شكرا على قبول الدعوة. خير، اهلا وسهلا، سعيد بالتواجد معكم على منصه ميديا نيوز. مرحبا سي عزيز، في البداية ما هي الأهداف التي يحملها الناخب المغربي وليد الركراكي خلال هذه النوعية من المباريات التي ربما تعتبر ودية بحكم أن المنتخب المغربي تأهل سلفا لكأس إفريقيا؟ صحيح، وليد الركراكي الان في مهمه صعبه، خاصه بعد المقابلات الاخيره اللي جرينا في المغرب. لم يكن الاداء بالمستوى اللي يطمح اليه الجمهور المغربي، خاصه مع المنتخبات التي نظن انها منتخبات صغيره. الان في افريقيا لم تعد هناك منتخبات صغيره، بل بالعكس تطور كبير من الناحيه التقنيه والناحيه البدنيه. لقينا صعوبات كثيره مع منتخبات كنا بالامس القريب نتجاوزها بسهوله. الان جميع اللاعبين في هذه المنتخبات كيلعبوا في بطولات اوروبيه، اذا الكفه اصبحت متوازنه. الان وليد الركراكي يبحث عن فريق متكامل ليعطي الامل للجماهير المغربيه. عندنا تركيبه في المستوى المقبول، خاصه بعد الظهور المشرف للمنتخب الاولمبي. اذا نطمح كمتتبعين بأن السي وليد الركراكي يلقى التوليفة المناسبة لدخول غمار كأس إفريقيا التي سيحتضنها المغرب، ونكونوا على واحد التوهج، لأن الجمهور المغربي لن يقبل بأي شيء آخر إلا بالتتويج بكأس إفريقيا الثانية إن شاء الله. هذا ما نتمناه. سي عزيز، غياب زياش ودياز ومزراوي ربما سيمنح الفرصة للناخب المغربي من أجل وضع بعض العناصر رهن الاختبار. صحيح، الآن لاحظنا في التركيب البشري للمنتخب المغربي بعض العناصر التي غابت، نظن اختيارات المدرب السيد الركراكي، ولكن لا يجب أن نبقى نعتمد على مثل هذه اللاعبين. نعم، هذه اللاعبين قدموا مستويات كبيرة وعندهم وزن كبير داخل المجموعة الوطنية بالتجربة ديالهم، ولكن لا ننسى كذلك أن المنتخب المغربي محتاج إلى دماء جديدة. وهذه فرصة لتجريب مجموعة ديال اللاعبين الذين أبلوا البلاء الحسن خلال مجموعة ديال المقابلات. عندنا عناصر شابة اللي كتلعب في بطولات كبرى، مثال اللاعبين اللي شاركوا في الأولمبياد الأخيرة بفرنسا. تعطيهم الفرصة، ولازم الصبر كثير على اللاعبين، لأن ماشي بين عشية وضحاها سيصبحون نجوما، خاصة مع الجمهور المغربي المتطلب والذي له دائما متطلبات ويريد ظهور لاعبين بمستوى كبير في كل المقابلات. إذا هناك فرصة للوليد الركراكي لإعطاء هؤلاء اللاعبين فرصة كثيرة ليندمجوا مع المنتخب المغربي والأجواء ديال المنتخب المغربي، خاصة أن سقف طموحات الجماهير المغربي ارتفع بعد مونديال قطر، ولكن التجربة لازمها مقابلات كثيرة، والجمهور المغربي لازم يصبر على هؤلاء اللاعبين. بالنسبة لك سي عزيز، هل سنشاهد حركاس باللحيان الصحراوي في هذه المباراة في التشكيلة الأساسية؟ أظن شيء جميل جدا أن نشاهد مجموعة من اللاعبين من البطولة الوطنية، وهنا كذلك لازم نرفع التحية للسيد وليد الركراكي الذي قال مرارا وتكرارا أن أبواب المنتخب المغربي مفتوحة لجميع اللاعبين، وهؤلاء اللاعبين الآن جاتهم فرصة كبيرة، فرصة من ذهب. لاعب بالعمري، لاعب حركاس، فهذه فرصه. نتمنى ما يكونش فرق كبير بين اللاعبين، لان هاد اللاعبين اللي خرجوا من البطوله الوطنيه، مجموعه ديال اللاعبين خرجوا من البطوله الوطنيه ابلوا البلاء الحسن. اذا هذه فرصه من ذهب لهؤلاء اللاعبين باش يبينوا على القدرات ديالهم والطموحات ديالهم، ويفتحوا كذلك ابواب المنتخب لمجموعه من اللاعبين الذين ينتظرون الفرصه تتاح لهم. فما كنظنش غيكون يلقاو صعوبات كثيره، خاصه السيد وليد الركراكي خرج من البطوله الوطنيه، فهذه فرصه كبيره لهم. كنظن خاصه التشجيعات ديال الجماهير المغربيه، فكنظن غيكونوا في المستوى ان شاء الله. سي عزيز، ربما نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب على مستوى الدفاع،
أليس كذلك؟ كيف يمكن لوليد الركراكي أن يتعامل مع لاعبين الذين لا يتمركزون في الدفاع؟ صحيح. ملاحظة في محلها، خاصة في المقابلة الأخيرة شفنا كان واحد التفكك خط الدفاع المغربي، خاصة في العمق ديال الدفاع. جربنا مجموعة ديال اللاعبين، ولكن رغم ذلك بقى المشكل مطروح. خاصة لعبنا مع فرق كبيرة اللي كتلعب على الحملات المضادة والحملات السريعة، لقاو مشكل كبير، خاصة في بطء اللاعبين في العمق ديال الدفاع. الان كنشوفوا جربنا مجموعه ديال اللاعبين، ولكن بقى نفس المشكل. نتمنى نلقاو توليفه ديال اللاعبين اللي كان في الامس القريب. كان عندنا صمام الدفاع بين سايس واكرد اللي كانوا في المستوى الكبير. الان وليد الركراكي كنظن فطر لهذا المشكل هذا. جلب حركاس، ونشوفوا الثنائيه ديال حركاس واكرد واش تقدر تعطي الثقه للجماهير المغربيه. ولما نتكلموا على الدفاع، فالمشكل ما كيكونش غير في الدفاع، ولكن في المنظومه الدفاعيه ديال المجموعه ككل. ولكن البطء اللي شفناه في المقابلات الاخيره في العمق ديال الدفاع هو اللي شكل خطر كبير. كنتمناو باش السي وليد الركراكي يلقى حل سريع لهذا المشكل. من تفضل سي عزيز أن يكون في الدفاع في التشكيلة الأساسية؟ كنظن كما تكلمت، فما كانش عندنا مشكل كثير بالثنائيه ديال اكرد وسايس، لان لعبوا في مقابلات كثيره مؤخرا. لكن مع غياب العميد غانم سايس، من تفضل أن يكون إلى جانب نايف أكرد؟ اظن تعطى الفرصه لحركاس، ونشوفوا حركاس لما لا، لانه تو عنده تجربه، لعب في المنتخبات السنيه ولعب كذلك في بطوله افريقيا. لما لا نشوفوا حركاس اكرد واش تقدر تعطيها الثنائيه ثقه للدفاع المغربي. على مستوى الهجوم، هل تفضل سفيان رحيمي أم أيوب الكعبي أو يوسف نصيري ربما؟ نعم. الحمد. لا اظن عندنا مشكل كبير في الهجوم. عندنا سفيان رحيمي لما تعطاته الفرصه ابان عن العلو. الكعب ديالو قدم مستويات كبيره. الكعبي كان في الدوري الاوروبي هداف الفريق وقدم مستويات كبيره. لما تتاح له الفرصه راه كيكون في الاحتياط وكيدخل كيأدي وكيسجل. المهم عندنا هو تسجيل الاهداف. فعندنا تنوع في الدفاع، وخاصه ان المقومات او لي بوين فور ديال كل لاعب على حده. فحكيمي كيمتاز بالسرعه والانطلاقات من الوراء خلف المدافعين. ايوب الكعبي لاعب ديال البوكس تو بوكس، لان كيكون موجود دائما في مربع العمليات وكيسجل. يمكن له يسجل من زوايا مختلفه. يوسف نصيري بالتجربه ديالو. اذا كنظن مشكل ديال الثقه، لان شفنا الثقه اللي هربات في المقابله الاخيره على النصيري. نتمنى يرجع الثقه ديالو ويكون عندنا ولي اللاعب اللي غيدخل يقدم داكشي اللي كنتسناو منه. فهم. ما عندناش مشكل كبير في الهجوم. عندنا لاعبين في المستوى الكبير اللي يمكن نحضروا كرات من طبق زلزولي او بن صغير. فهادو لاعبين كلهم يقدموا مستويات كبيره على في خط الهجوم. سي عزيز، ربما الان التفكير منصب على كأس افريقيا، وبما أنك مدرب سي عزيز، كيف يسير المدرب هذه المرحلة؟ لاعب مباريات رسمية بطابع ودي للتجريب، لكن في حالة الخسارة دائما توجه له بعض الانتقادات. عمل المدرب هو كيتمشاها بهذا الفعل هذا، لأن دائما كتكون انتقادات، والمدرب دائما خصو يكون الظهر ديالو يصبر الانتقادات، خاصة الجمهور المغربي جمهور متطلب. مده ما حصلناش على كاس افريقيا. كان بودنا في كاس افريقيا الاخيره باش نقدموا مستويات، ولكن خاب الظن ديالنا. الان جات فرصه كبيره للوليد الركراكي هؤلاء اللاعبين باش يقدموا كل ما منتظر منهم، لان جميع الظروف متوفره. جميع الماكينه المغربيه لكره القدم كتوفر ظروف وامكانيات لوجستيكيه في المستوى العالي. عندنا لاعبين كينشطوا في دوريات اوروبيه في المستوى الكبير. اذا الكره عند وليد الركراكي واللاعبين. كما تكلمتي على المقابلات الوديه، خصنا نختاروا المقابلات اللي نقدموا فيها ويكون المنافس ديالنا اللي غنلاقيوه في كاس افريقيا. شفنا المنتخب المغربي لما يقابل منتخبات اوروبيه او من امريكا اللاتينيه كنقدموا مستويات كبيره، ولكن من رغم لما نقابل منتخبات من القاره الافريقيه، خاصه المقابلات اللي كتكون في الصف الثالث، كنلقاو صعوبات كثيره لما يرجعوا لنا للدفاع.
كنت انا كافضل اللعب مع منتخبات اللي كتشكلنا صعوبات، وباش اللاعبين يلقاو الحلول اللازمه في هذه المقابلات، لانهم كيركموا الدفاع. لقينا مشاكل كبيره، هذا هو المشكل المطروح. لما كنلقاو نلعبوا مع المنتخبات في المستوى الكبير ما كنلقاوش مشاكل، لان كيخرجوا يلعبوا معنا كره كيلقاو فراغات. ولكن لما نقابل المنتخبات من الصنف الثاني او الثالث كنلقاو صعوبات كبيره. هنا كيبقى العامل ديال التركيز ديال اللاعبين والعطاء ديالهم داخل رقعه الميدان. فكنظن وائل الركراكي فاط من هذا المشكل هذا. نتمنى اللاعبين يحسوا بالمسؤوليه، لان ما كاينش اعذار الان، خاصه في كاس افريقيا المقبله في المغرب. ما كاينش اعذار، لان الجمهور المغربي لن يقبل الا بكاس افريقيا. سعزيز، قلت أن دائما عندما نلعب مع خصوم من إفريقيا يكون الأمر صعب شيئا ما. برأيك هل سيدخل يوم الغد وليد الركراكي سيلعب بنفس الطريقة أم أنه سيغير؟ الكل كيعرف ان وائل الركراكي الى فيدال واحد لو سيستيم دو جو اللي كان 4-1-4-1، ولكن هذا لعبنا به في المونديال وعطى الثمار ديالو. لما لعبنا مع المنتخبات من الصنف الثاني افريقيا لقينا مشاكل. فالان وائل الركراكي خاصه بعد المقابلات في التصريحات ديالو في الندوات الصحفيه تكلم بان كانوا مشاكل كثيره خاصه على مستوى التنشيط الهجومي. عندنا واللي كيدير الفرق ضد هذه المقابلات هي العمليه الفرديه وداك الحس الهجومي والعمل الفردي ديال اللاعبين اللي يقدر يقلب المقابله ويصنع فرصه. اللاعب نفسه يصنع فرصه للتسجيل. هذا هو المشكل كان مطروح. اذا فالمدرب وائل الركراكي هو المسؤول الاول باش يلقى حلول لهذه المنظومه الدفاعيه اللي كنلقاوها في المقابلات. الحلول الفرديه عندنا لاعبين عندهم حلول فرديه كبيره، كالزلزولي، كبن صغير، كابراهيم دياز. هاد اللاعبين كلهم يمكن لهم يعطيو اضافه. لما لقاو كنواجهوا بلوك ديفونسيف اللي با واغريسيف، فالحلول الفرديه كتكون هي اللي تقدر تعطي الاضافه. واضح. سي عزيز صمدي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، تحياتي. مرحبا. نهاية دي جي سبور، إلى اللقاء.